معانا ضيف الشرف في صالون المصري الثقافي الأستاذة الدكتورة منال إسماعيل، أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة، عميد معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق. اتفضلي حضرتك. مساء الخير على حضراتكم. يمكن انا بان شويه يعني بره المنظومه، انا اكاديميه، انا متخصصه في الاثار والتاريخ والحضاره المصريه القديمه، ولكن يعني يمكن اي حد يسمع التايتل بتاعي يقول لك هي داخلها ايه بالليله دي كلها. انما الحقيقه انا اولا محبه قوي للثقافه بشكل عام وللشعر بشكل خاص. الحاجة التانية انه يعني بحكم دراستي وبحكم تخصصي وشغلي، فالمصري القديم هو الاول في كل حاجة. يعني لو احنا بنتكلم عن الناحية الثقافية، فالمصري القديم كان يعني له باع طويل جدا جدا في النواحي الثقافية، يعني بكل اشكال الثقافه. يمكن انا لسه كنت امبارح في الصالون الثقافي لاستاذي الدكتور الراحل عبد الحليم نور الدين، طبعا استاذ الاثار المصريه المصنف على مستوى العالم. عاملين برضو صالون ثقافي، بس كانت بتبقى موضوعاتنا كلها عن التاريخ والاثار والحضاره. وصادف ان امبارح يبقى الموضوع بتاع الصالون عن الغنى والرقص والشعر في مصر القديمه منذ بدايه العصور وحتى العصر اليوناني الروماني. وبالتالي احنا يعني متخصصين في الحضاره المصريه القديمه، فهتلاقونا دايما شابكين في كل حاجه، لان المصري القديم ما سابش حاجه ما عملهاش، وما سابش حاجه ما حطش بجد بصمه فيها، سواء نواحي ثقافيه، علميه، دينيه، تاريخيه، هتلاقي لها دايما اصول مصريه. فعلى سبيل المثال لو احنا بنتكلم عن الشعر، فالمصري القديم عرف الشعر ومش كده توتاله، انما عرف الشعر بتخصصه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا كان عندي شعر حماسي بيتقال في المناسبات الوطنيه، كان عندنا شعر عاطفي اللي بيكتب في يعني المحبين، وعندنا امثله كتيره قوي يمكن ملكيه اكتر منها الاشخاص عاديين، زي الملك رمسيس لما كان بيكتب لمحبوبته الملكه نفرتاري وبيقول لها يعني اني الشمس انت من تشرق لها الشمس، يعني انت اللي ضحكتها الكون بيبدا الصبح. فكل ده في محبوبته. طبعا دي نبذه، لكن احنا عندنا الشعر كتيره. عندنا خاص بالناحيه الدينيه، كانت فيه يعني قصائد خاصة بالمناسبات الدينية والجنائزية. عندنا خاصة بالسياسة، جلوس الملك على العرش كان بيبقى له برضو طقوس، من ضمنها القصائد الخاصة بالجزء ده. فالشعر متأصل في الحضارة المصرية القديمة، والشعر جانب من الجوانب الثقافية، ولكن كان عنده برضو زي ما بنقول يعني بيحول الشعر الأغاني، شعر غنائي. كان عنده بيعمل مسرحيات، كان عندنا وصل لنا مسرحيات مكتوبة وما يعني لحد دلوقتي ومحفوظة على البرديات وعلى الألواح. كان بيعمل انواع كتيره جدا. طبعا الرقص امبارح اتكلموا عنه، وانا كنت يعني في نقط فيها ناس متخصصه قوي بقى، فبدانا نشوفوا الالات وازاي كان عنده الات وتريه وعنده الات زي اللي هي الدفوف وما شابه. عنده انواع كتيره قوي وتطرقنا لكل الحاجات دي. الخلاصه ان انا عايزه اقول انه يعني احنا كمصريين ولينا ان احنا نفخر قوي بالحكايه دي. احنا كمصريين اساس لكل حاجه موجوده دلوقتي بتبدا من عندنا وبتنتهي عندنا، وما بينهما هو مرحله من التطور والنضج والتغير في الاشكال. فخوره جدا 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 بالمصري القديم، وان انا من نسله او ان انا امتداد ليه. المناظر والبرديات بتصور الكلام ده علشان الناس ما تقولش انت بتنحازي يعني للتخصص بتاعك وبتقولي اي كلام. الحقيقه انه عندنا ادله اثريه وافيه وموثقه، وبعضها
زي القصائد والمسرحيات مكتوبة وموجودة. ويمكن حضراتكم عاصرتوا الفترة الأخيرة لما تم نقل المومياوات من متحف المصري لمتحف الحضارة اللي في الفسطاط. الموسيقى اللي اتعملت أيوة. والأوبرا اللي اتعملت ما هي إلا ترجمة لحاجات مكتوبة من أيام المصري القديم. وأعتقد إن مفيش حد ما يعني انبهرش بجمال الأوبرا اللي عرضت وبالأصوات في كمان حاجة يعني يمكن دي أنا بقولها للناس كلها ودعوة ليكم. عارفين في طريق اسكندرية، على طريق اسكندرية بداية عند البوابات في القرية الذكية على اليمين. جوه القرية الذكية في مركز اسمه مركز حفظ التراث. مركز حفظ التراث ده تابع لمكتبة الإسكندرية. الحقيقة بدعو الناس كلها انها تروح تزوره، هم بيرحبوا بالناس كلها. عاملين حاجة جميلة قوي، عاملين إحياء للحاجات بتاعت زمان قوي بتاعت المصري القديم بشكل عصري دلوقتي. ممكن حضرتك بتقف وبتلبس النضاره 3D فبتتفرج على حاجات، لكن بما يخص الجزء الثقافي عاملين ترجمه للبرديات ونطقها، ومنها طبعا جزء خاص بالشعر. عندنا طبعا بقى المعابد ومصور عليها ومناظر العزف ومناظر الغنى ومناظر الرقص وما شابه. كل دي مفردات بتصب في اطار عام واحد اللي هو الثقافة المصرية القديمة. ويعني أنا النهاردة مبسوطة أوي إن أنا معاكم وإن أنا هسمع بقى الجديد. يعني أنا كفاية عليا المصري عايشة فيه كتير، فبحب أبقى موجودة علشان أأصل للموضوع بتاع الصالون كجزء مصري قديم، واستمتع معاكم ان شاء الله بالجديد. وشكرا لحضرتك. انا وشكرا للاستاذ محمد عشان بيتيح لي الفرصه دي. اتفضل.